اتسع حلم ولا علم الكابتن حسام البدري بدأ بقى يستعد بشكل جاد، وأعلن النهارده قائمة الأهلي لخوض مباراة مونانا الجابوني اللي هي ضربة البداية للبطولة الأفريقية. القائمة اللي اختارها البدري بعد المران اللي جرى منذ قليل في استاد مختار التتش ضمت شريف إكرام ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فتحي وصبري رحيل وعلي معلول وسعد سمير ومحمد نجيب وأيمن أشرف وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر ووليد سليمان وأحمد حمدي وإسلام محارب وكريم ندفد وعبد الله السعيد ووليد أزارو وجونيور أجاييه ومروان محسن وصلاح محسن. والأهلي هيلعب زي ما قلت لكم 8 مساء الغد الثلاثاء إن شاء الله في استاد القاهرة. ملاحظتين مهمين جدا. الملاحظة الأولى بترد على كلام هيجي نرد عليه من دلوقتي. هذا التشكيل وهذه القائمة بترد على إشاعات سخيفة وكأن الأهلي لا يدار باحترافية، بمقتضاها أن الجهاز الفني قرر أن يجمد عبد الله السعيد وكابتن عبد الله السعيد وكابتن أحمد فتحي. تأتي القائمة لتضم كلا اللاعبين، وعبد الله السعيد أول ظهور بعد التعافي من الإصابة، هيكون لهم بإذن الله أدوار قادمة مؤثرة. أما الشأن اللي مش هنتكلم فيه بعد كده خلاص في الملف ده تماما إلى أن يجد جديد. عايزين نتكلم مضى ولا ما مضاش ومضى بكام. إذا مضى هيمضي زي زمايله مع بعض الامتيازات قد يكون اللي بتتحال من نجوميتهم في مجال الإعلانات أو حاجة. أما بخلاف هذا ما لن يحدث شيء، عشان برضو في ناس كتير جدا بتعول على إنه لا ده الأهلي عرض وهم رفضوا. الأهلي لم يعرض أي شيء يخل بنظام الفريق. دعونا ننتهي من هذا الأمر قولا واحدا. اقفلوا الملف ده بقى. عندنا تحديات. اللعيبه هيكون لها دور. اللاعبان كابتن احمد فتحي كابتن عبد الله السعيد لهم دور مهم فيما هو آتي. يعني عايز تحسمها بانه لو جدد عبد الله السعيد واحمد فتحي فده هيكون بشروط ونظام الاهلي. مفيش شروط بنظام الاهلي. بنظام الاهلي مفيش حد بيتشرط على حد. لا الاهلي بيتشرط على لاعب ولا لاعب بيتشرط على الاهلي. انما في نظام محطوط مش هيخل بيه الاهلي. اللي يقول لك بقى دول اهل الكهف، اللي يقول لك مش عارف احنا في الدنيا تطورت وماله، خليها تتطور عندك، لكن عندنا بتتطور بالمزيد من التمسك بالنظام. والحقيقه الكلمه المهمه برضو في السياق ده، لانه البعض بيستخدم قياسات مختلفه شويه. يقول لك ما هو شوفوا مثلا في اي نادي اوروبي فلان بكام وعلان غيره بكام. دي ثقافه ودي ثقافه. ما هو ما حدش هناك بيبص في طبق حد خالص. ما حدش شاغل نفسه بغيره. دي ثقافه فيها كل واحد عارف حدوده وعارف واجباته وبيتمسك بحقه وبيأدي واجبه. والفوارق بتبقى بعيده. فهذه ثقافه في مجتمعات تانية مع شخصيات وعقليات محترفه بجد. هنا المساله ما هي في فوارق، بس الناس اللي بتسأل على الفوارق الاهلي ما هو لازم يستجيب. الدكتور جلال الجنزوري، وكويس ان انت فكرتني بديت، واحد من الاهلاويه المهتمين جدا، كان منزعج قوي للنغمه اللي بتتقال طب ما تدي عبد الله او فتحي زي ما اديت صلاح محسن. فقال لي انا لدرجه ان انا من شكي من كتر الكلام اللي بيتقال طلبت مسؤول نادي انبي، هو صلاح محسن ده اللي انتوا اديتوه للاهلي خد فعلا 35 مليون؟ الراجل قال له لا ازاي؟ خد من الاهلي اللي هو ياخده، عقده مع الاهلي الله اعلم هو كام، لكن ال 35 ولا ال 37 اكتر او اقل دي فلوس نادي انبي. صلاح محسن ما خدش حاجه. يا اللي بتستخدمه صفقه صلاح محسن في رجم الاهلي بسكه عبد الله سعيد وفتحي، ده كلام غير سليم بالمره. صلاح محسن الذي حصل عليه اقل بكثير مما يحصل عليه لاعبو الفئه الاولى اللي هم وليد سليمان وعاشور مع احترامي بالالقاب وعاشور والكلام ده اقل منهم، لكن هو ايضا كلاعب مميز هياخد سعر يتناسب مع موهبته، لكن مش هتعامله اكنه بقاله 5 6 سنين بيديك بطولات. صحيح. يا رب يوصل ياخد اعلى فئه باذن الله.
فهو لو دول زي صلاح محسن هم مش هيبقى صحيح.